حنا هاد الرسائل كنوصلوها لدوك النساء اللي مشاو ضحايا ديال النصب والاحتيال ديال ابو حمزه وغيره من النصابه اللي تاجروا باسم الدين. حنا البشر ميزنا الله عز وجل عن حيوانات بالعقل، ولكن البعض منا مصر على انه يبقى من الحيوانات، وبالضبط اختار فصيلة الحمير. وهذا ماشي مشكل، حنا مع الحريه اختار حمار، كل اللي بغيتي تكون، حنا ما كيضرناش داك الشيء. ولكن العيب وكل العيب هو انك تكون حمار وتبغي الناس كاملين يكونوا حمير بحالك. هادشي لا يعقل، هادشي لا يعقل. ابو حمزه نصب وغيره من النصابه. تخيلوا معايا دوك النساء اللي كانوا ضحايا كيفيقوا في الصباح مع الخمسة مع الستة كيمشيو يضربوا التماره اللي في الميناج اللي في الشركات وكذا، كتجمع شي بركه حلالا طيبه تدير الدب، تقدر تخليها لوليداتها، تقدر توقف عليها الدوائر الزمان هذه. تيجي واحد لا علاقه له بالدين، يلبس ادوات النصب والاحتيال، كيدير لك الجلابه شويه ديال اللحيه، تيدور واحد الطربوش، تيهز واحد الميكرو، كيطلع في المنبر، كيبدا اول خطاب له هو الذهب والفضه. اللي عنده شي ذهب تصدقوا. علاش غنصدق انا ذهب؟ علاش غنصدق انا على ذهب نعطيه لواحد؟ علاش؟ الا بغيت نصدقوا نمشي نبيعو نعطيه. كاين فين غنعطيه؟ كاين الناس اللي محتاجين، كاين الناس اللي مرض، كاين الناس اللي كيعانيو. دوري غير في المحيط ديالك، غير في المحيط ديالك كتلقاي خوك، اختك، العائله ديالك، الا ما كانش العائله ديالك الجيران ديال العائله ديالك، كاينين الناس اللي محتاجين. كاينين فين غنصدق؟ ماشي غادي نمشي نعطيه لواحد انا ويكون وسيط ويمشي يدير به المشاريع ديالو الخاصه وعلى ظهري انا، واللي باغي يذهب يمشي يضرب فيه تماره. تخيلي تيجيك تا العصر بارد الكتاف تيطلع داكشي اللي ضربتي اللي شريتيه انت في 20 سنه ياخذولك هو ب5 دقائق وبعض الكلمات قليله. ولو كان نتوما العيالات كتخدموا شي شويه العقل اللي عطاكم الله، غتعرفوا بان كلشي داكشي راه غير من السماعات اللي داير. واصلا حتى هو داير السماعات ما كيعرفش يعاود، ما كيعرفش، لان الانسان ما قاريش. الانسان بدون مستوى، راه الانسان ما عندوش مستوى دراسي، راه ما قاريش. وداك الخطاب الحلو راه اي واحد غيديرو. ما عليناش، الخطا كيوقع. وباش من هنا الفوق الانسان يوعى شي شويه. هذا الاحسان العمومي ما كاينش. هذا التخربيق بغيتي تعطيها شي حاجه عطيها للراسك، ولا عطيها لشي حد انت كتعرفو انه كيعاني. وإلا ما قدرتيش انك تعطيه لشي واحد، شوف جمعيات، كاينين جمعيات والجمعيات داك الشيء تيعطيو لك بالارقام. وخا حتى في دوك الجمعيات فيهم حديث وفيهم نصب وفيهم توما الاحتواء، ولكن اقل ضررا من هاد الشفره هادو، من هاد النصابه هادو اللي كيديروا على ظهركم المشاريع كبيره بزاف، وهو حياته كامله ما عمرو ضرب فيها ضربه واحده، ما عمرو ما تكرفس. انت حياتك كامله مكرفسه، كتجمعي الذهب كتجي تعطيه لواحد بكل. هذا هو الغباء. وهذوك الحمير اللي تيسبوا، حيت حنا تنهضروا على الفساد المفسدين، انا راه ما غاديش نجاوبكم. وانا اصلا اشفق عليكم من شده الغباء اللي نتوما فيه. والمشكله هو فاش باغيين الناس كاملين يكونوا حمير بحالكم. عاد كيقول لك لا راه ما تهضرش فيه. علاش؟ الا ما هضرتش في اخنوش الفاسد الاول، ما هضرش في ابو حمزه، علاش غنهضر؟ راه داك العقل اللي عطاكم الله ما كتخدموش، راه غتحاسبوا عليه يوم القيامه. راه والله حتى تحاسبوا عليه يوم القيامه. شتي الا ما خدمتوش داك العقل، والله حتى تحاسبوا عليه يوم القيامه. واش عباد الله بنادم؟ كلشي الناس الحمد لله كاينين الناس واعيين، جابوا لكم كلشي بالادله، السيد نصاب، السيد شفار، هالادله، والناس كانوا معاه في الجوامع وفضحوه. شنو بغيتوا صاحبي؟ شنو بغيتوا؟ ومالكم صاحبي بغيتوا تبقاو حمير حياتكم كامله؟ تحملون اصفارا، ديما نتوما عازين الاصفار، ماشي الاصفار الصفر. الاصفار هي المتاع ديال الناس، الاغراض ديال الناس. دائما نتوما حمير. اللي قال لكم الراره الشاشه وخدموا شي شويه عاقكم، على الاقل ما بغيتوش تخدموا عاقكم، وخليو الناس يهضروا، خليو الناس يكشفوا المفسدين. ومالكم اصاحبي شنو مشى ليكم؟ وخليو الناس اصاحبي، خليو الناس ينوبوا عليكم. نتوما حميري وبقاو بلاصتكم، ما تصدعوش العالم بالغباء ديالكم، وما ديروش الضجيج صاحبي. راه
اغبى حاجه هو انك تكون حمار وتبقى دير الضجيج وصوتك مرتفع. خلي صافي راك حمار وابقى في بلاصتك، خلي الناس يجبدوا للفاسدين والمفسدين، حيت هذا الشيء راه كثر. هذا الشيء الا ما كانش الناس كيهضروا عليه راه كيولي ينتقل من هذا حتى كلشي كيولي كينصب.